يا بنات تعالوا، بتخافي وانتي بتعملي السويت؟ بتخافي وانتي بتعملي جلسة الليزر زي كده؟ الفكرة عندي ادي ده السحر يا بنات. الكريم ده مخدر رهيب، اقسم بالله رهيب. مهما نحط برودكاين ما بيعملش اي حاجة. بجد يا بنات المخدر ده فظيع. حطيته قبل جلسة الليزر بتاعتي قبلها بساعة الا ربع، وكمان مرخص من وزارة الصحة. فظيع فظيع فظيع. غير كمان ان انت ما بتحسيش باي حاجه في الجلسه بتاعتك، وتقدري تحطيه كمان قبل السويت بنقطه صغنونه كده قبلها بساعه الا ربع، وبعد كده تيجي تعملي ما بتحسيش بالمكان خالص. هقعد طبعا حطاه ساعه الا ربع، وبعد كده حتى لو جيتي تخبطي على المكان كده ما بتحسيش باي حاجه. وتقدري كمان البنات اللي هي بتعمل تاتوهات والكلام ده، برضو ده مخدر ما يعني لما تحطيه برضو مش هتحسي باي حاجه. تعالوا بقى للجمال ده يا بنات اسمه زيت السعد تن. زيت السعد تن ده يا بنات بحطه بعد كل جلسه، بيوفر لي جلسه كامله. يعني عشان بيقلل الشعر بيوفر لي جلسه كامله. تقدري لو انت مش بتعملي ليزر او مش مقتدره على الليزر، تقدري بعد ما تعملي السويت بتحطيه مرتين في الاسبوع، مره الصبح ومره بالليل. فظيع يا بنات، تاخدي الكورس الكامل. بجد الزيت ده رهيب، انا مخلصه منه الازاز اللي هي نص الازازه دي، وفرقت معايا. وطبعا من اول مره بتحطي فيها طبعا بتحسي بفرق. انا عايزه اقول لكم انا جبته لمامتي، مامتي بتشكر فيه قوي. المخدر والزيت اللي هو بيقلل الشعر، وبجد يا بنات هيعجبكم قوي. هنزل لكم